السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل قرص الطريقة الجميلة دي، وهعرفكم ازاي السمسم ما يقعش من على القرصاية ويفضل ثابت. مقادير بسيطة جدا وسهلة وموجودة في كل بيت. انا معايا كده حلة صغيرة على البوتاجاز، وهحط فيها كوباية معيارية من المية، وكمان 3 4 معالق من الحليب البودر. لو عندك حليب سايل يعني لبن حليب ممكن تحطيه، ما عندكيش خلاص انا بعمل كده. انا بفضل اللبن البودر بصراحة في المعجنات. فانا حطيت كوباية معيارية من المية، واحط فيها 3 4 معالق من اللبن البودر واقلبهم، وكمان هدفيهم على النار. بصوا اقلبهم بالشكل ده كده واحطهم على النار بس يدفوا. وبعد كده بعد ما يدفع على النار هجيبها احط عليها معلقة كبيرة من الخل. انا هعمل مقدار كيلو من الدقيق، تمام. هيملي بقى البيت خير وبركة وكل حاجة يعني، واوفر بكتير من انتي تجيبيها من بره. طعمها جميل جدا وطرية وهشة وكل حاجة. انا معايا دلوقتي الدقيق حاطه عليه شوية ملح. وانا نسيت احط بيكنج باودر بصراحة. انا بحط في الوصفة معلقة من البيكنج باودر مع الخميرة، ده غير الخميرة، بس انا نسيت الصراحة ان انا احطهم. فانا دلوقتي كده ده معايا سكر، معايا كوباية معيارية برضو من السكر، ممكن تقل حاجات بسيطة لو حابة. معايا معلقتين كبار كده هرميين من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. دي زبدة بلدي، تمام. ومعايا كمان بصوا كده الفنجان بتشربوا فيه القهوة، يعني هو مش مليان، يعني فنجان الا ربع كده، تمام. ومعايا برضو خميرة فورية، معلقتين كبار هرميين من الخميرة الفورية، او نص فنجان كده من بتاع القهوة. دي كده كل المقادير بتاعتي، ما فيهاش حاجه ناقص، بس البيكنج باودر انا نسيته في الوصفه خالص بصراحه. بس بيفرق لما بحطه، بيدي كده هشاشه برضو حلوه جميله كده للقرصايه بتاعتي مع الخميره طبعا. هجيب بقى العجان بتاعي واحط فيه كوبايه اللبن اللي انا عملتها، واحط فيه كمان كوبايه من الميه. هحتاج كمان، ممكن احتاج نص كوبايه وممكن لا، تمام. فأنا بدأت إن أنا حطيت المَيّة كمان، وأحط عليها السكر وأحط الخميرة وأقلبهم كده وأسيبهم على جنب شوية. وبعد كده أجيب العجان بتاعي وأقوم محضّرة العجان بتاعي وأحط العجينة تتعجن، تمام. ممكن طبعًا تعمليها على إيدِك، ما فيش أي مشكلة خالص. بس أنا يعني بافضّل في التصوير العجان، عشان خاطر بقى العجين كده أمّا بتعجنيه على الإيد بتحتاجي تشمّري بقى وتعجني براحتك كده بمزاج. بصراحة هو العجين طبعًا على الإيد أحسن بكتير جدًا من العجان، وبيطلّع كل الطاقة السلبية اللي جواكِ. أنا بقى هاسيب ده كده على جنب شوية، وهابدأ إن أنا أعجن فيه على طول إن شاء الله. هاجيب بس العجان بتاعي وأركب سلاح الكَف، وأبدأ أنزل بشوية من الدقيق اللي معايا وأعجن. ويعني شوية شوية، يعني شوية كده وأعجن، ألف العجان وأبدأ أحط شوية دقيق تاني وألف العجان لحد عشان ما يبقاش تقيل معايا في البداية. طبعا هو العجان جه هيعملها معايا، وما يعني كملت العجينة في الآخر على إيدي، بسبب إن حسيت إن هو يعني بيودع. هو بصراحة العجان شقي معايا جامد، وهو مش حمل شقة يعني، هو على قده برضه مهما كان. بس انا بعجن عليه على طول، بعمل عليه كحك على طول طول السنة اوردرات. فطبعا هو يعني شيء معايا جامد. هبدأ بقى ان انا افتح كده العجان واحط كمان شوية تاني من الدقيق لحد ما اخلص كمية الدقيق اللي معايا. طبعا لو انتي مش مشتركة في القناة بقى اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عجبك الفيديو اعمليلي عليه لايك. بصوا انا مشغله العجان على اقل سرعه بس عشان الدقيق ما يطرش. وكمان انا لما بزود السرعه زي انتم ما شايفين كده العجان، يعني انا حاسه ان هو هيتكسر اصلا. هو ما كانش كده في الاول، بس طبعا مع الاستعمال انا بصراحه بستعمله كتير، بعمل فيه تورت وجاتوهات كتير وكحك، اي حاجه بعملها فيه بصراحه ما بستغناش عنه. بس دول اخر شوية عجين عملتهم. طبعا كل شوية العجين يقف. بصوا انا نص كوباية ما خدتهاش كلها، يعني كده خدت كوباية مية وخدت ربع، يعني كوباية وربع من المية، تمام. بصوا لقيته بقى ان هو بيعمل صوت، فروحت قافلاه
وبدأت ان انا بعد كده اشغل العجينة على ايدي. دي قشطة عندي طبعا. اي قشطة عندك في البيت حطيها، مفيش مشكلة، مش تأثر معاكي في العجينة خالص. دي قشطة بلدي كانت موجودة عندي في العلبة، حطيتها كلها على الكيلو. عندك اكتر حطي معلقة كمان، معلقتين كمان اللي عندك. طبعا هحط الزبدة كمان معاها في المرحلة دي بعد ما بخلط الدقيق بالمية وكوباية اللبن اللي حطيناها او اللبن البودر. ببدأ احط الزبدة والقشطة. هنا بقى كان العجان خلاص، يعني هو جاب اخره، فانا فصلته وهبدأ ان انا اعمل العجينة على ايدي. هحط فنجان بتاع الزيت، هو الا ربع يعني مش كامل. تمام. لفيتها لفتين كده، وبعد كده خلاص انا بدأت ان انا اشغل العجينة على ايدي انا. بصراحة كانت احسن ومتعة كمان، يعني ان انتي تقعدي تعجني كده في العجينة. هي بصراحة كانت حاجة بالنسبة لي حلوة قوي. بس هي يعني انا بالنسبة لي عايزة بره التصوير علشان اشمر براحتي بقى، وابدأ ان انا ادوس في العجينة براحتي. انا عندي المفرش ده هقلب العجينة طرية جدا جميلة، ملبن كده في ايدك. فبصراحة ما كنتش عايزة ابطل فيها عجن. هبدأ، بصوا انا بقولك يعني ايه بالطريقة ديت. هبدأ ان انا اعجن فيها شوية، هفصل الكاميرا اخلص عجين فيها، وابدأ ان انا اوريها لكم بعد ما عجنتها كان شكلها عامل ازاي. طبعا انا سبت شوية نقطتين زيت في الكوباية بتاعتي علشان خاطر ان انا احطهم في الحاجة اللي انا هخمر فيها العجينة. تمام. بصوا هي بقولكوا ان هي طرية بس يعني ملزقة، بس في نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، يعني عجينة كده طرية جميلة. دي كده كانت العجينة بعد ما عجنتها كتير. هحط فيها بقى ايه شوية زيت كده على وشها، وفي الحاجة اللي انا طبق او اي حاجة اللي انا هخمر فيها، انا هخمر في الحلة بتاعة العجان. هبدأ ان انا يعني احطها كده في الزيت، احط عليها زيت واحط العجينة فيها والفها بستريتش راب علشان خاطر ما تنشفش معايا يعني، وعشان خاطر تخمر. بس كده هسيبها بقى تخمر حوالي ساعة. هعمل كوباية شاي واشربها واظبط نفسي كده والم مكان مع جنب. وبعدين هبدأ اجيب العجينة بالشكل ده، كانت خمرت. هشيل من عليها الاسترتش اللي انا حطاه ده، وابدأ ان انا اخد العجينة واقطعها بقى كويرات، يعني في حجم كده ايه الاستفندية الصغيرة. حوالي 50 51 جرام، لو انتي هتحطيها على الميزان حوالي 50 جرام. طبعا أنا كنت بقطعها يعني اللي بيجي 50 اللي بيجي 51، يعني كنت بحط ايه على الميزان كده، فبلاقي دي الحتة دي 51، الحتة دي 50. مش مشكلة، مش هتزيد كتير يعني. المهم ان هو ايه يكون كلها قريبة من بعض. دي كده كانت كل العجينة اللي معايا، عملت كمية حلوة بصراحة. هبدأ بقى ان انا اخد اول حاجة عملتها اللي هو في الصاج. هاخد واحدة واحدة كده وابدأ ان انا افردها على الصاج اللي انا هدخله الفرن. تمام. ده كده اللي كورته الاول وخمر. فهبدأ اخد من الخمران، حتى في جنب خمران وجنب لسه، فعقبال ما بطط ده يكون التاني خمر. معايا بقى شوية سمنة كده بساط، احط فيها بس طراطيف صوابعي، وابدأ ان انا ادوس على العجينة عشان خاطر تتفرد معايا بسرعة جدا. غير ما انا ما افردها من غير ما احط زبدة. هي طرية وكل حاجة وتتفرد بسرعة، بس الزبدة بتمشي الدنيا يعني بسرعة. تمام. هبدأ بقى ان انا ابططها خالص قوي كده، يعني اخلي سمكها رفيع جدا، لان انا هسيبها تخمر مرة تاني على الصاج. يعني بصوا طريقة ازاي، بصوا الخمر يعني الفرد بتاعتها هي رفيعة جدا. هبدأ ان انا احطها على الصاج بالشكل ده واسيبها على جنب. وابدأ ان انا اعمل واحدة بالعجوة. طبعا العجوة دي انا جايباها جاهزة كده على التشكيل على طول، بس انا رحت حاطة عليها معلقتين سمنة تاني على البارد خالص، ويحط عليها برضو شوية سمسم، وعجناهم تاني. وبدأت ان انا ايه اخد كويرات كده وبطاطها علشان خاطر احطها في قلب العجينة. افتح العجينة بالشكل ده واحط جواها العجوة، او احط جواها سكر بقرفة كده زي ما تحبي. وابدأ ان انا اقفل على الحشوة اللي من جوه بالشكل ده، واحطها برضو، واحط سنة السمنة بتاعتي او الزبدة بتاعتي وابططها. وبعدين بالسكينة كده احاول ان انا اعمل ايه فتحتين كده.
ابططها كده بالشكل ده، وبعدين اعمل فتحتين في النص كده، يعني شكل مش اكتر. زي ما بنجيبها من الافران من بره. وبعد كده احط بقى عليها السمسم. وطبعا قبل ما احط السمسم هروح جايبه شويه ميه بسكر او شويه لبن عندك. انا بحب اعمل يا اما بلبن يا اما ميه بسكر عادي جدا. ما عندكيش لبن حليب اعملي بميه بسكر. ما كانش عندي لبن حليب فرحت حطيت معلقه سكر على شويه ميه، وبدات ان انا اجيب الفرشه وامسح عليها بالشكل ده علشان خاطر السمسم يلزق في العجينه. لو انا حطيت السمسم على طول من غير ما احط الدهان دوت، اذا كان المية بسكر او اللبن، مش هيلزق خالص. هبدأ بقى ان انا ادوس عليها كده ايه، تبطيطة كده صغيرة يعني، علشان خاطر السمسم يلزق فيها. تمام. بعد كده احطها في الصاج. طبعا اول صاجين عملتهم هما اللي هدخلهم الفرن الاول. تمام. دي كده كانت كل الصاجان بتاعتي اللي انا عملتها. او يعني اللي انا هعمله هحطه من تحت، وابدا احط اللي هدخله الفرن من فوق. دول كده تاني حاجة عملتهم، فهدخلهم تاني حاجة كل صاجين مع بعض. اللي بعد كده ده كده ده اللي خمران قوي، ده اول واحد عملته هو واللي بعد منه. فالاتنين دول هدخلهم دلوقتي مع بعض، وبعد كده هدخل الصينيتين الالومنيوم، وبعد كده الصاج. وهقول لكم تسوية ايه احلى في القرص في الفرن. تمام. وده كده كان الصاج بس هو لوحده، وفيه بس اتنين يعني ما كانش باقي عجين تاني. ده اخر واحد هدخله كده ايه مع نفسه. تمام كده. ده كده كان اول صاج طلعته، اول صاجين طلعته. بصوا هو الوش يعني مش محمر قوي، بس خلاص القعر خد تسويته وقلب القرصه مستوي وكل حاجه. فما رضيتش ادوس عليها في السوا اكتر من كده علشان ما تتحرقش من تحت. وفي نفس الوقت الشوايه عندي زرار قافش مش عايز يلف، فمش عارفه ان انا اشغله من فوق. طبعا تسوية الألمونيوم أحسن بكتير. شايفين الوش من فوق والقعر عامل ازاي ومستوي واخد لون جميل جدا من غير ما اشغل الشواية. ودي برضو كانت في الصينية. شوفوا الفرق ما بينها وما بين القرصة اللي كانت معمولة في الصاج العادي. غير الألمونيوم في التسوية بصراحة تحفة، ما يعلاش عليها. لو انت هتسوي القرص بتاعتك سويها في الألمونيوم. بصوا القرصة محروقة من تحت ازاي، هي مش محروقة بس هي واخدة لون زيادة، ومن فوق لونها مش محمر قوي. تمام. لكن من تحت التسوية بتاعته جميلة جدا. بصوا طرية وهشة وجميلة. بصراحة كان طعمها تحفة جدا. اعملوها الصبح كده افطروا بيها، فظيعة بجد. والبيت طبعا اللي فيه مخبوزات وعجين ما يعني كله بركة وخير، وبيبقى ريحة العجين ده في البيت تحفة جدا. يعني كل فيديو بعمل فيه خبيز بقول ريحة الخبيز في البيت جميل جدا. اشوفكم فيديو جديد، والسلام.